بسم الله ما شاء الله اشتغل. بس اللهم صل على النبي، حاجة جميلة والله. هو اشتغل تمام ومفيهوش أي مشكلة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، في فيديو جديد نفيد به ونستفيد. طبعا النهاردة معانا يا جماعة افوميتر جبناه من الخردة ب20 جنيه. زي ما حضراتكم شايفين دي حالته اهوت. حالته يعني انا جبنا حالته جميلة يعني، وكان معاه الشوك دي اهي. طبعا هي الشوك بتاعت الموجب والسالب، حاجة بسم الله ما شاء الله، حاجة في غاية الجمال. هو سعره تقريبا جديد متهيألي هيعدي 200 جنيه أو حاجة زي كده. النهاردة مع بعض هنفكه ونشوف يا ترى شغال ولا مش شغال. هو حالته زي ما انتم شايفين كده، يعني حالته ايه، مش بطالة، جيدة جدا والله. شغال مفيهوش أي حاجة، وبإذن الله هيطلع شغال معانا. هنفكه مع بعض اهو. أول حاجة نطلع المفك بتاعنا الجميل ونفك اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هو دي حالته من جوه. اعتقد كده ان وصلاته كلها ان شاء الله تكون سليمة ومش هيكون في اي حاجة. دي السماعات بتاعته ودي الشاشة اهي اهو، مساميره تمام وكويس. هنجربه معانا بالترانس، بيطلع 12 فولت. نجيب الترانس ونجرب معانا النهارده اهو. زي ما حضراتكم شايفين ده الترانس اهو، ده بيطلع من 3 فولت الى 12 فولت. لو انت حابب تجرب على اي حاجة 4 فولت 5 فولت 6 فولت زي ما انت عايز، اخره 12 فولت. وطبعا ده الزرار بتاع الموجب وده بتاع السالب. هنحطه في الكهرباء، وده الطرف اللي طالع منه الموجب والسالب اهو. هنحطه في الكهرباء ونشوف ان شاء الله الافومتر هيشتغل معانا ولا مش هيشتغل اهو. نحط الموجب على الموجب والسالب مع السالب اهو. بسم الله ما شاء الله اشتغل. بس هو مش جايب فولت عشان هو بيعوز بطارية 9 فولت اهو. الحمد لله اللهم صل على النبي، حاجة جميلة والله. هو اشتغل تمام ومفيهوش أي مشكلة. ودي الشوك بتاعته طبعا، دي الشوكة الموجب ودي السالب اهي. شايفين حضراتكم اهو. هو مش بيجمع عادي كده، عشان لازم نعوز بطارية بتكون 9 فولت زي دي. بس اهي دي 9 فولت بتركب هنا وبتحط في الدار كده وبتقفل عليه. طبعا البطارية دي بايظة مش شغالة، وان شاء الله هنجيب بطارية ونجربه مع بعض في حاجات تانية كتير ان شاء الله. بتجهز بيه اي حاجة، اي حاجة انت عايز تجهزها، بطارية مكثف، اي حاجة انت عايز تجهزها تشتغل معاك وبيظهر معاك بالافوميتر ده. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك واشتراك للقناة وادعمنا طبعا بتعليقاتكم السنة، تعليقاتكم الجميلة. ولو في فكرة خطرت على حد ممكن نصمم مع بعض. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، في فيديو جديد نفيد به ونستفيد.